عمرك كنتي جالس بحال هكا كتمزك الديسك المفضل ديالك وجاك هاد السؤال: واش الراب فيه الفلوس؟ بطبيعة الحال ملي كنقول الفلوس راه ماشي الفلوس ديال الموظف اللي كيتخلص بالشهر كيخزن شويه باش يدير العطلة ديال الصيف. لا، انا كنقصد الفلوس ديال ارتيست يسافر فين ما بغا، يلبس غير الماركات الاوريجينال، والمهم يعيش البلبال وديما طالع في الترند. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول لكم سمحوا لي على التاخير وعلى الصوت اللي غادي تحسوا به مبدل شويه، فراه ضربني البرد وفعلا كنحس براسي مخنوق، ولكن الخوت صبروا معنا بهذا الصوت باش بلا ما نزيد نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. واش الراب فيه الفلوس؟ باش نجاوبك على هذا السؤال خصنا نفهمو كيفاش كيدخلوا الرواب الفلوس. الحقيقه هي ان الراب في العالم كامل فيه جوج طرقان باش الرابور يدخل الفلوس: الرابور اللي كيسيني مع ليبل والرابور المستقل ولا اندبندنت. خلينا نبداو بالرابور اللي كيسيني مع ليبل. شنو هو الليبل اصلا؟ الليبل هو شركه انتاج موسيقيه كتكلف بجميع التفاصيل الفنيه والماديه ديال الرابور، يعني هي اللي كتصور ليه كليبات، كدير ليه الكافرات وكتنظم ليه الحفلات وحتى الاشهارات. الرابور هنا كيكون مركز غير على المزيكا ديالو والليبل كيتكلف بالباقي. ولكن شنو المشكل؟ المشكل هو ان في المغرب الليبلات ماشي بحال الليبلات ديال امريكا ولا اوروبا. هنا عندنا مشاكل ديال النقص في الامكانيات وفي الاحترافيه. كاين بزاف ديال الروابط اللي كيسينيو مع الليبلات ولكن كيتحطوا في واحد القالب ديال الالتزامات اللي كدير لهم مشاكل من بعد. مثلا حليوه كان قال انه سينا مع سوني ميوزيك بمبلغ 70 مليون سنتيم. Une question de pourcentage ou de valeur de l'artiste? واخا وكاينه لا بريم دو سيناتور هي Ah اللي bien كاينه. sûr كاين une prime كيتقسم نورمالمون. شحال لا بريم؟ نقولها ضروري. نقول اخا هاني 70 70 مليون. 70 مليون، صح صح 12 تراك. الله يحفظك لي. توب اخويا توب اخويا ميرسي تسلم. بوك. ولكن واش فعلا المبلغ كيغطي جميع المصاريف الفنيه والشخصيه؟ والمشكل الكبير هي ان الليبل في المغرب ماشي ديما كيكون عادل. بزاف ديال الاحيان كياخذوا نسبه كبيره من الارباح والرابور كيحس براسو بحال اللي خدام عندهم، وهذا الشيء خلى بزاف ديال الروابط يحاولوا يمشيو للطريق الثاني. دابا نمشيو للرابور المستقل ولا الاندبندنت. هاد الناس خدامين بوحدهم ما كيعتمدوا على حتى شي ليبل، هما اللي كيتكلفوا بكل شيء، كيصوروا كليبات ديالهم على حسابهم، كيصاوبوا المزيكا ديالهم بوحدهم، وحتى الماركتينغ هما اللي كيديروه. ولكن كيفاش كيدخلوا الفلوس؟ الارباح كتجي من المنصات الموسيقيه بحال ابل ميوزيك، ديزر وسبوتيفاي. هاد المنصات كتخلص على كل ستريم، يعني على كل واحد سمع المزيكا ديالك كتخلص عليه. ملي كنشوفوا الارقام كنلقاو ان سبوتيفاي كتعطي 0.00 دولار لكل ستريم، يعني اقل من نص درهم مغربيه. ولكن ملي كنحسبوا المجموع ديال الستريم الرقم كيبدا يكبر. مثلا طوطو في الاغنيه ديالو ديبلوماتيكو جاب 14 مليون ستريم. درنا حساب بسيط غادي نلقاو انه دخلها من هذه الاغنيه بوحدها فوق 11 مليون دولار، يعني تقريبا 100 الف درهم مغربيه. ولكن ماشي اي رابور في المغرب يقدر يوصل لهذا الرقم. المتوسط ديال الستريمز اللي كيجيبوا للروابط المغاربه كيتراوح بين مليون حتى 3 مليون. بالنسبه لهذا الرقم كيتخلصوا عليه تقريبا 800 دولار، يعني 8000 درهم. كاين واحد الطريقه اخرى كيدخلوا بها الروابط الفلوس، هي عن طريق الكليبات في يوتيوب. ولكن ما كنهضروش على الارباح الاعلانات اللي كتعطيها يوتيوب، حيت اصلا ما كيديروش الاعلانات، بالعكس كيركزوا على السبونسورز. سبونسور يعني الشركات اللي كتحط فلوس باش سميتها تبان في الكليب. مثلا في الكليب ديال ديزيدروس شفنا كوكاكولا كراعي رسمي، وهاد السبونسورز كيخلصوا مبالغ محترمه، وهذه فرصه كبيره للرابور باش يربح فلوس. ومن جهه اخرى الكليبات ديال يوتيوب ماشي غير وسيله للربح، ولكن حتى وسيله باش الرابور يبين البراند ديالو والصوره ديالو واللباس والستايل وحتى طريقه التصوير وكلشي. وهادشي هذا طبعا كيساهم باش يزيد في الشهره، وشهره اكثر كتساوي فلوس اكثر. سو دابا عطيني نلعب واش الراب فيه الفلوس ولا لا؟ الجواب واضح، كاينه فلوس، ولكن خاصك تكون عارف كيفاش تخدم. سواء كنتي رابور مسيني مع ليبل او رابور مستقل، النجاح كيجي بالخدمه وبالذكاء في التعامل مع السوق. سو حتى لهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تخلي شي لايك سبسكرايب. كان معكم موت شو، نلقاو في فيديو جديد.